السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل حاجة حلوة كده وتحلية سهلة وبسيطة جدًا من بسكوت المدرسة، اللي الولاد بيجيبوه طبعًا بيرموه أو مش بيحبوا ياكلوه كده، فهنعمل منه إن شاء الله النهارده حاجة حلوة أوي ومسكرة كده زي تحلية ليكِ وللولاد، وكمان هتبقى مفيدة جدًا وحاجة كده بالكاكاو والشوكولاتة، يعني حاجة كلنا هنحبها إن شاء الله. يالّا بقى كده نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة حطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة، ولو مش مشتركة نوريني بتعليق منك ولايك جميل. نقول بسم الله. وأول حاجة عندي البسكوت بتاعي، الكمية اللي انت حباها. أنا هستخدم النهاردة تلاتة من البسكوت الصغير ده، مش هحتاج كتير يعني. بس طبعا انت لو عندك الكمية أكتر، لو عندك بقى في بيت العيلة وكده هتزودي البسكوت عادي وتزودي برضو اللبن. أنا معايا هنا لتر من اللبن، حطيت عليه معلقتين من النشا، وهحط معلقة من الدقيق. تمام. طبعًا مش كل الحاجات لازم تحطيها، هاقول لِك إيه اللي ينفع تحطيه وإيه اللي عادي لو مش موجود استغني عنه. اللي إحنا حطيناهم ال3 حاجات الأولانية دي اللي هي اللبن ومعلقتين النشا ومعلقة الدقيق ومعلقة الكاكاو، دول أهم حاجة. تمام. الباقي بقى أنا هاحط عندي معلقة من الكريم شانتيه. لو مش عندِك مش مهم خالص، هي بتديكِ بس طعم حلو وبتزود معاكِ النكهة شوية. لو مش عندِك بلاش خالص منها وما تحطيهاش. تمام كده. وهاحط طبعًا عندي الأساسي برضه معايا السكر، السكر بقى حسب الرغبة هتحطي معلقتين، 3، 4. أنا حطيت على اللتر بتاعي ده تقريبًا 4 معالق أو 5. حطيت 5 معالق. تمام. لو أنتِ بتحبي الحاجة مش مسكرة أوي ما تحطيش غير مثلًا 3، حطي 2 براحتك على حسب اللي أنتِ هتحطيه. تمام. وعندي كده مكعب من الشوكولاتة برضه هاحطه عشان يديني taste حلو معايا، طعم بس. إنما أنتِ لو مش موجود مكعب الشوكولاتة ولا الكريم شانتيه ما تحطيهمش، ما فيش أي مشكلة خالص. هناخد بقى الكلام بتاعنا ده ونقلبه كده إيه على البارد الأول ونطلع بيه على إيه، على البوتاجاز بتاعنا. مش هياخد معاكِ وقت خالص، خليكِ كده على نار هادية و هتلاقيه اللون بتاعه بدأ إن هو الشوكولاتة والحاجات والكاكاو وكل حاجة تنسجم كده مع بعضها، وهيديكِ بقى بودنج شوكولاتة حلو أوي وطعمه مسكر وحلو جدًا، يتاكل لوحده كده زي المهلبية. لو حطيتيه في أطباق هيبقى طعمه حلو جدًا. هاسيبه أنا بقى ي تكون يعني الخليط بتاعي يتماسك شوية، عقبال ما أنا إيه أكسّر بقى البسكوت بتاعي. أنا مش هابِلّه ولا أي حاجة، لو أنتِ عايزة تبلّيه في لبن ما فيش مشكلة، بس أنا مش هابِلّه لإن مش عايزاه تبقى معجنة. أنا هاكسّر كده البسكوت بس، وبعدين هننزل عليه الكاكاو اللي إحنا عملناه، اللي هو بودنج الشوكولاتة. هيبقى سخن، يعني أنا هاجيبه مغلي كده وهانزّل على طول في على البسكوت، فهو هيطرّي معايا البسكوت ومش هنحتاج إن إحنا نبِل البسكوت خالص. تمام كده. طبعًا زي ما قُلت لِك أنتِ بقى الكمية دي براحتك أنتِ، زوّدي في اللبن وزوّدي برضه الأطباق عادي ما فيش أي مشاكل. هو مش هياخد معاكِ أي حاجة ولا في تكاليف ولا حاجة أهو. الحاجات والله كلّها كانت موجودة عندي، أنا ما اشتريتش أي حاجة، يعني أنا عندي الكريم شانتيه موجود، وكان عندي مكعب الشوكولاتة ده مرمي في التلاجة بقى له فترة، وطبعًا النشا والدقيق موجودين عندنا في كل بيت، والبسكوت زي ما أنتم شايفين الولاد بيجيبوه بيرموه، لأ إحنا نستفيد منه. تمام. هنا بقى كان الخليط بتاعي بقى حلو أهو، شايفين القوام بتاعه عامل إزاي؟ لا هو تقيل خالص ولا هو خفيف، يكون القوام بتاعه كده حلو وسط علشان ما يبقاش تقيل ويعمل معاكِ زي المهلبية التقيلة كده، لأ هو كده القوام بتاعه حلو جدًا. هاحط بقى عندي كده على البسكوت بتاعي، هاغطي البسكوت كله. تمام. زي ما أنتم شايفين أنا الكمية اللي أنا عملتها للتر لبن عمل معايا ال4 بيضات دول، وكمان عمل معايا طبق حلو برضه. يعني عمل معايا 5 بولات. تمام كده. هنحطهم بقى ونضبط الطبق بتاعنا كده، نمسح لو في أي زيادات من برّه والّا أي حاجة، وضبّطي الطبق بتاعِك. تمام. وهنرجع بقى نشوف هنكمّل إيه. أهم حاجة حُطّي لي لايك للفيديو يا قمرة، ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو. هنا بقى خلّصنا أهو، ضبّطنا بقى الأطباق بتاعتنا، لو أنتِ مش عايزة تعملي أي حاجة تانية، تمام دخّليه التلاجة كده وهيتاكل معاكِ ويبقى طعمه تحفة جدًا. أنا بقى كان عندي موزتين كده اللي هو إيه، يعني بقى لهم فترة برضه موجودين، فهنزيّن بيهم الطبق للولاد علشان يحبّوا ياكلوا الحاجة، الحاجة لمّا بتكوني مزيّناها كده بتشجّع الولاد إن هم ياكلوها ويدوقوها.
حتى لو مش بيحبوا الحاجة دي أو لو مش بيحبوا الشوكولاتة مثلًا مش الموز بقى له فترة مرمي وكده لأ، حطيه في أي حاجة كده الولاد هياكلوها على طول. تمام كده، هنقطّع بقى كده موز على الوش وبعدين هندخّله التلاجة، وبس كده حاجة سهلة وبسيطة جدًا وما فيش فيها أي يعني أنا وأنا واقفة في 5 دقايق بالضبط عملت الحلو بتاعنا ده وحطيته في التلاجة. هنا بقى أهو خلاص بعد ما حطينا طبعًا إيه، عندِك أي حاجة عايزة تحطيها أنا والله الحاجات كلّها زي ما باقول لِك كانت موجودة، لقيت الكيس ده كده من ضمن الكيس بتاع الكريم شانتيه والسبونج ومش عارفة إيه، في كيس عندي كده لامة فيه كل الحاجة، لقيت الكيس ده فيه اللي هو فيه إيه، الفول السوداني اللي هو متغطي بالشوكولاتة ده، هاحط كده على كل طبق واحدة برضه، هتدّيني شكل حلو أوي، وكمان برضه هتدّيني بقى إيه، حاجة حلوة كده في النُص للولاد هيتشجعوا ياكلوها هي الأول وبعدين ياكلوا بقية الطبق كله إن شاء الله، وبس كده حطوا لنا بقى لايك للفيديو الجميل ده وما تنسوش لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس و عشان يوصلك بقى مني كل الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها إن شاء الله، وجربي الطريقة دي للولاد هتعجبهم أوي، ويلا بقى أسيبكم مع باقي الفيديو وأسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.